بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بكم في قناتكم بالعربي تمرين 2 على اليوتيوب. معكم هشام بلاسي. النهارده هنتكلم عن المضادات الحيويه في الرعايه المركزه. هحاول ابسطها باسهل من السهوله ان شاء الله، بس بشكل اكاديمي. وبقول تاني يا جماعه بشكل اكاديمي. ارجو من حضراتكم انتوا تركزوا في الحلقه جدا لانها حلقه مهمه، ودي حلقه المقدمه. طيب، على بركه الله هنبتدي الحلقه اهداء لروح عبد الله فهمي زميلي العزيز، ربنا يرحمه، ادعوا له بالرحمه. طيب بص يا شباب، اول حاجه لازم حضرتك تعرفها، انا بحب الشغل الكلينيكال او الشغل اللي هو برضه التطبيق، اللي انت اكنك في مستشفى. حضرتك لو نزلت عندنا المستشفى، في مستشفى جامعه كفر الشيخ، في وحده رعايه مركزه، رعايه جراحه، رعايه قلب، رعايه بطنه، هتلاقي حاجه اسمها بريسكريبشن شيت او دراج بريسكريبشن شيت. ايه الدراج بريسكريبشن شيت؟ نعمل زوم كده. او دراج بريسكريبشن اند ادمنستريشن شيت، ده شيت الادويه. مش هشرحه خالص، بس كل اللي انا عايزه من حضراتكم اللي انتوا تعرفوا ان في صفحه اسمها، واللي ناخدها النهارده في حلقه النهارده، اسمها ريستريكتد انتيبيوتيك اندي والانتي فانجل او الانتي فانجاي. ايه ريستريكتد انتيبيوتيك؟ يعني بيقول لك خلي بالك في مضادات حيويه هتكتبها للعيان، علم عليها صح كده اهو. لو انت بتديها له، بتتاخد لمين وايه بتتاخد لايه، الكرايتيريا، الوصف بتاعتها. ارجو ان انتوا لو انتوا عندكم البريسكريبشن شيت دي ابقى اقراوها. واحنا ان شاء الله في الحلقات الجايه ان شاء الله لما نجي ناخد مجموعه مجموعه، زي مثلا اول مجموعه نقابلها اللي هي البيبراسيسيلين والتازوباكتام، اللي هي مجموعه البنسلين. حضرتك معلش انا بقول بس مقدمه كده. حضرتك ان شاء الله هنتكلم على كل حاجه بالتفصيل الممل، بس انا بوريك كده بشكل عام. طيب انت نزلت عندنا المستشفى، اي مستشفى، ولقيت الدكتور كاتب لك ميرونام. ميرونام بالعربي انجليزي كده أهو، ميرونام 1 جرام، عربي او انجليزي ايا يكن ان شاء الله، حتى لو انت شغال فين. ميرونام 1 جرام، الدي اي في انفيوجن 1 في 2 لمده 5 ايام، وقام رايح قال لك تتحل في 100 سم محلول ملح، وقام رايح ماضي لك، وقام رايح خاتم عامل الاكلاشيه بتاعه. على طول حضرتك بتنفذ هنا، بتعمله كل 12 ساعه، يعني 1 في 2 يعني كل 12 ساعه. باجي انا كهشام اول ما اديه الساعه 10 الصبح اقوم انا ماضي، بقوم انا ماضي. واجي هنا اهوت، لو زميلي بقى اللي هو في شيفت النايت بيجي 12 بالليل يقوم ماضي، وهكذا بنمشي بقى كده لمده كام، 5 ايام. ادي يوم، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، اقوم جاي هنا اهوت مقفل ده عشان ما حدش يجي تاني. وبعد كده الدكتور بيعمل تقييم للمضاد الحيوي. ده باختصار الدراج شيت. الدراج شيت. طب ده 1 في 1، يعني 1 في 1 ممكن اخليه مثلا الساعه 2، 2 الظهر، واجي هنا اهوت 1 في 1 يعني كل 24 ساعه. لمده كام؟ لمده 24 ساعه، يعني هاجي هنا يتقفل، مش هيتاخد بعد كده. ده اسمه الدراج شيت او البريسكريبشن ميديكيشن شيت، وده جزء المضادات الحيويه. انا بقى عايز افهم يعني ايه المضادات الحيويه. مفيش مريض في الرعايه المركزه في الغالب، بقول معظم المرضى في الرعايه المركزه وبالذات رعايه الباطنه بيتكتب لهم مضادات حيويه. عايزين نفهم يعني ايه مضادات حيويه بقى بعد الكلام والرغي الكتير ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول معلومه لازم أن حضرتك تعرفها، الانتي بايوتكس، المضادات الحيويه، ده الاسم الانجليزي بتاعها انتي مضاد، وبايوتكس يعني حيوي. دي اسمها مضادات خاصه للبكتيريا، انتي بكتيريال. انتي بكتيريال يعني يا جماعه مش بتتاخد للفيروسات. يعني اللي عنده دور برد وبياخد مضاد حيوي اكيد بياخده لسبب تاني، مش للفيروس، مش فيروس الانفلونزا مثلا. تمام. مضادات للبكتيريا. انتي بايوتكس معناها مضاد لكائن حي اخر غير خلايا الجسم. طيب انا هحاول اتكلم بسرعه عشان برضو الشرح ما يبقاش ممل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه لازم، او تاني حاجه لازم تعرفها، ايه هي شكل البكتيريا. دي البكتيريا يا شباب بتعتبر حجمها كبير بالنسبه للفيروسات. اهم حاجتين لازم تعرفهم ايه هم بقى يا عم هشام، ان في حاجه اسمها السيل وول او جدار الخليه، وتاني حاجه اسمها النيوكلايد او النيوكلاس، ان هي فيها نواه، فيها حمض نووي. الحمض النووي ده مهم. طب ليه؟ انا مش دعوه بالاستراكشر كله او الشكل كله، انا يهمني الحاجتين دمت عشان خاطر لما نيجي نتكلم ان شاء الله على انواع المضادات الحيويه اللي بتيجي تدمر جدار الخليه، تقوم قايل لي على طول دي بتدمر السيل وول. ده اهم حاجه تعرفها. يبقى انا لازم أن تعرف ان البكتيريا متحركه وفيها جدار بتغطيها، جدار زي الجلد بتاع البني ادم كده، وبيكون جواها نيوكلايد او نواه او حمض نووي.
ده اهم حاجه. طيب انواع البكتيريا، تالت حاجه لازم تعرفها، لازم تعرف ان في حاجه اسمها ايروبكس او ايروبكس وان ايروب وجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف واتيبيكال. يعني ايه يا عم هشام؟ يعني الصوره اللي قصاد حضراتكم دي اهم حاجتين لازم تعرفهم. لو انت مش حافظ ده كله لازم تعرف الموجبه الشحنه، الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. دي لازم تحفظها زي اسمك. تعرف ان في نوعين للبكتيريا رئيسيين، جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف. في نوع ثالث برضو لازم حضرتك تعرفه ان شاء الله في الادفانسد. يعني احنا نبدا معلومات صغيره بعدين نكبر شويه في المعلومات. حاجه اسمها الاتيبيكال، لا هي خصائص الموجبه ولا هي خصائص ايه السالبه. طب في حاجه اسمها الايه الان ايروب والايروب. يعني ايه هو الكلام دوت؟ في بكتيريا بتعيش هوائيه، اول ما تشوف الاكسجين تعيش في الاكسجين، زي الهيليكوباكتر بكتيري اللي هي موجوده في المعده. وفي لا هوائيه ما بتعيش غير في عدم وجود الاكسجين، لو شمت الاكسجين تموت. ده باختصار. ففي الهوائيه ولا هوائيه. انا يهمني ايه بقى؟ يهمني موجبه الشحنه وسالبه الشحنه. يبقى اذا رابع معلومه تعرفها واهم معلومه، ما هو الموجب الشحنه؟ الجرام بوزيتيف. اي حد او اي صبغه بتتصبغ بها البكتيريا سواء زرقاء او بنفسجي، دي انا كنت دايما عشان احفظها، معلش انا اقول برضو حاجه كده، عشان احفظها كنت مسميها الذكور. يعني انا كنت هشام عشان احفظها وانا في طالب في الجامعه كنت بسميها دومة الذكور والجرام نيجاتيف الاناث. طب ليه؟ لان احنا في الرجاله بنحب دايما نلبس الالوان، مثلا نقدر نلبس البنفسجي ونقدر نلبس اللون الازرق، ازرق او بنفسجي. نفس الكلام البكتيريا ديت لما بتكون تحت الميكروسكوب بتتصبغ بلون ايه؟ بتاخد ستين او الصبغه بتاعتها او التصبغ لون ازرق، بتمتص الازرق وبتمتص البنفسجي. دي اول معلومه فيها في مجابه الشحنه. تاني معلومه بقى مهمه جدا جدا جدا، حاجه اسمها السيل وول، جدار الخليه. جدار الخليه، مش قلت لكم البكتيريا ليها جدار؟ ده الجدار ده، معلش هنقول بقى معلومه كبيره شويه، حاجه اسمها البيبتيدو جلايكين. اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه البيبتيدو جلايكين. الجدار ده لو انتوا شفتوه هتلاقوه سميك تخين. عشان كده كنت اقول لكم انا عايز احفظها، بحفظها ان هو الذكور. بفتكر كده بقول يا هشام الرجاله بتحب تلبس الازرق وتعرف تلبس البنفسجي، والرجاله جلدها تخين، فالبكتيريا بتاع الجرام بوزيتيف ديت جلدها تخين. طبعا البكتيريا ما فيهاش رجاله ما فيهاش ستات، بس عشان احفظها لكم بحاول احفظها على قد ما اقدر. طب تعالوا نشوف بقى الجرام نيجاتيف. يبقى الجرام بوزيتيف البيبتيدو جلايكين بتاعها تخين. طب ايه اللي بيربط الجدار؟ حاجه اسمها، معلش برضو معلومه كبيره شويه، ترانس بيبتيديز انزيم. اسمه ترانس بيبتيديز انزيم، ده انزيم مهم جدا بيربط الخلايا ببعضها او الجدار ببعض. طيب رابع معلومه لازم تعرفها، الجرام نيجاتيف بكتيريا، البكتيريا سالبه الشحنه. دي كنت دايما عشان احفظها بحفظها ازاي؟ بقول دومت ان هم الستات. ليه بقول الستات؟ لان احنا كرجاله ما نعرفش نلبس اللون البينك دوت، ما نعرفش نلبسه في الشارع، وما نعرفش نلبس اللون الاحمر. من الالوان اللي ما ينفعش في مجتمعنا نلبسها البينك والاحمر في الغالب يعني. فهي تحت التصبغ تشوفها تحت الميكروسكوب بتاخد الصبغه الحمراء او البامبي. اتفقنا؟ يعني بينك اور ريد. تاني حاجه بقى لازم تعرفها، الجدار بتاعها فين؟ البيبتيدوجلايكين اهو، جدارها خفيف جدا، جدارها خفيف. عشان كده الرجاله او الستات عفوا، الستات جلدهم رقيق ما بيستحملش زي الرجاله، صح؟ فكان دايما الجرام نيجاتيف تلاقوها البيبتيدو جلايكين الجدار بتاعها رفيع. ده بقى التاني معلومه مهمه لازم تعرفها، ان الجدار بتاع الجرام نيجاتيف خفيف ورفيع، ورغم ذلك من البكتيريا الصعبه جدا. اشمعنى؟ شايفين القنوات ديت؟ دي قنوات اسمها بورين، PORIN. البورين دي اللي هي عباره عن ايه؟ دي قنوات بتسمح بدخول المواد من والى الخليه، من والى الجدار. يجي المضاد الحيوي يجي يشتغل يروح على الجدار يلاقي البورين دي، يقول له لو سمحت انا مش هدخلك. عشان كده العلماء اتذاكوا وعملوا مواد تانية بتضاف على المضادات الحيويه عشان تقدر تخش القنوات دي، احماض امينيه وهنعرفها ان شاء الله قدام. طيب خامس معلومه اعرفها، اسماء البكتيريا السالبه والموجبه. انا عايز احفظهم يا هشام، والله حرفيا نصيحه من اخ، لو انت بتشتغل ميكروبيولوجي وفي معامل ابقى احفظه. انا كهشام على كلينيكال وعلى ارض الواقع ما اعرفش احفظه.
صعبين قوي بالنسبه لي. بس انا عارف بالشبه، وعارف بالخبره، وعارف بالمذاكره، وعارف بالقراءه، ثلاث اربع حاجات منهم. بس اللي عايز اوصله حضرتك في مجموعات. الجرام بوزيتيف عرفنا شكلها ايه، والجرام نيجاتيف عرفناها شكلها ايه. الجرام بوزيتيف بتاخد ازرق، بلو او بيربل، ازرق او بنفسجي، والجدار بتاعها بيبتدوا جلايكين بتاعها سميك، سيك سيل وول، يعني جدار سميك. الجرام نيجاتيف بتاخد احمر او بامبي اللي هو بينك او ريد، وبيبقى الجدار بتاعها سين سيل وول، يعني جدار خفيف ورقيق، بس فيها مشكله ان فيها قنوات اسمها بورين. دي اول حاجه لازم تعرفها. تاني حاجه تعرفها ان في مجموعات اسمها الباسيلاي، اللي هي حرف الاي ده اهو، معناها اللي هي العصيات، العصويات. يعني ايه عصويات؟ يعني شكل العصايه، بتاخد الشكل دوت. وفي حاجه اسمها الكوكاي اللي هي المدورات. حرف الاو ده عشان تفتكره اللي هو الكره المدوره. يبقى عشان احفظ، اي بكتيريا تلاقيها كوكاي اللي هي المدوره، اي بكتيريا تلاقيها طويله حرف الاي باسيلاي. باسيلاي كوكاي. والجرام نيجاتيف فيها كوكاي وباسيلاي. طيب. انا عايز احفظهم يا هشام، ماليش دعوه، عايز احفظهم. هنحفظهم ان شاء الله مع بعض، وهوريكم ازاي تحفظوها. بس قبل ما تحفظها لازم تعرف شويه معلومات في المقدمه مهمه. انتي بايوتيك، اول ما يقول لك ده بياخد انتي بايوتيك، انتي بايوتيك يعني ايه؟ يعني مضاد حيوي بيقتل كائن حي اخر عدا خلايا الجسم، يعني بيقتل البكتيريا بالذات. بكتيريو استاتيك، معنى كلمه بكتيريو استاتيك يجي يقول لك في المستشفى ده مضاد حيوي بيشتغل حاجه اسمها بكتيريو. بكتيريو معناها بكتيري، واستاتيك معناها واقف او راكد. ده دواء او مضاد حيوي بيوقف تكاثر البكتيريا، يعني بيحد من نشاطها شويه، ما يحصلهاش تكاثر. فايه اللي يحصل؟ المناعه بتاعتنا تقدر تسيطر على البكتيريا دي. في حاجه اسمها البكتيري سايدل. ايه البكتيري سايدل؟ كلمه بكتيري برضو سايدل معناها قاتل للبكتيريا. ده نوع من المضادات الحيويه بيقتل البكتيريا، مش بيوقف من نشاطها، ده بيقتلها على طول فورا. في حاجه اسمها ناتشورال او نيوترال بكتيريال. يعني ايه نيوترال بكتيريا او ناتشورال بكتيريا؟ يعني او ناتشورال انتيبيوتيك بقى عشان نكون صريحين واكاديميين. المضادات الحيويه الطبيعيه التي اتت من الطبيعه، سواء من فطريات، مثلا فطر عفن الخبز اللي هو اللي بيتكون الفطر اللي بيتكون على العيش، او اي فطر تاني، او من ميكروبات اخرى. لما تلاقي كلمه سيمي سينثيتك معناها ان هو مضاد حيوي تم عليه تعديل كيميائي بس من التركيب الاصلي. سيمي معناها شبه، نص نص يعني. يعني بمعنى اصح، لما نيجي نعرف قدام ان شاء الله هقولها معلومه، لما نيجي ناخد البنسلين اقول لك ان البنسلين ده اصلا في الاساس ناتشورال او نيوترال، جاي مستخلص من الطبيعه، مش احنا اللي صنعناه. والاطباء والعلماء عملوا عليه تعديل عشان خاطر، عملوا عليه سيمي سينثيتك عشان خاطر يواجه الميكروبال او البكتيريا اللي موجوده. سينثيتك معناها مصنع، يعني تم اختراعه في المعمل. جم العلماء وبالذات علماء الكيمياء جم صنعوه من اي تو زد. الكيمياء الحيويه جم صنعوه من اي تو زد، يعني ما اكتشفوش، او اسف ما شافوش من الطبيعه. ده هم جم عملوا تركيبات، قال لك نحط ده على ده ونشيل هنا سي اتش ونحط هنا الرينج ومش عارف ايه ونخترعه. ده اسمه سينثيتك. ستين ده ايه الصبغه؟ يعني ايه الصبغه؟ يعني اللون اللي بتاخده البكتيريا. فاكرين الجرام بوزيتيف بتاخد اللون الازرق او البنفسجي، والجرام نيجاتيف اللي هي السلبيه او السالبه بتاخد الريد اور البينك اللي هو البامبي او الاحمر. بس اللاي حرف الاي فور العصيات طويله كانها سلسله. كوكاي حرف الاو كانها مدوره، مكورات. كلمه امبيريكال انتيبيوتيك معناها اللي هو مضاد حيوي عشوائي. وكلمه عشوائي هنا يعني بدون الحاجه المزرعه، يعني اول ما يجي لك العيان مش شرط يسحب مزرعه، ادي له مضاد حيوي مشيه عليه، ودي بتحصل في العيادات في الغالب. ادي له مضاد حيوي ونشوف المضاد الحيوي تاثيره ايه على الكلينيكال بتاع العيان. براود سبيكترم معناها واسع المجال. اول ما تسمع كلمه براود سبيكترم تعرف ان هو مضاد حيوي بيشتغل على الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف والاتيبيكال، ممكن يشتغل على ايروبيك او انا ايروبيك، ممكن يشتغل على معظم البكتيريا، انواع، بقول معظم انواع البكتيريا لان في بكتيريا رخمه جدا جدا جدا. كمان في حاجه اسمها السبتسيميا. لما يقول لك العيان ده مسبتك بلغه المستشفى او اللغه الدارجه العاميه المصريه، سبتسيميا، سبتك معناها عدوى، وايميا معناها دم. فاول ما تعرف ان بيقول لك العيان ده عنده سبتسيميا او عنده سبتك شوك، يعني بمعنى اصح جات له عدوى، العدوى دي انتشرت في الدم.
طيب لو عاوز تحفظ الجرام نيجاتيف، اخر حاجه معانا كليبسيلا، سالمونيلا، شيجيلا، بروسيلا، بروتوس، سودومونوس، نيسيريا، جونوريا، ومننجيتيز. يعني ايه الكلام دوت؟ بصوا يا شباب، انا عشان احفظها يا هشام، دول اشهر حاجات اللي هتشوفهم في المستشفى ان شاء الله. اي حاجه اخرها الا كليبسيلا، سالمونيلا، ودي كان اسم اغنيه، سالمونيلا، شيجيلا، بروسيلا. احفظ الاربعه دول هتلاقيهم على نفس القافيه. وبعدين احفظ البروتوس والسودوموناس، هتلاقيهم حوالي اخرهم السين، فعلى نفس القافيه. والنسيريا سواء الجونوريه او مننجيتيز، نسيريا، جونوريه، ومننجيتيز، دول اللي هم بتوع ايه؟ ده اللي هو بتاع السكشوال ترانسميتد ديزيز اسمه الجونوريه، وده المننجيتس او التهاب الاغشيه السحائيه. طيب عايز احفظ الجرام بوزيتيف. الجرام بوزيتيف شويه هتلاقيها الى حد ما احفظها بالعائلات. اول حاجه ستافيلو وستريبتو، تعرف ان في حاجه اسمها عيله الاستافيلو، وحاجه اسمها الاستريبتو، وحاجه اسمها الكوليستريديوم. وبعد كده بقى احفظ اللي انت عايز تحفظه. طيب انا حافظ ايه مثلا؟ لما كنت في رعايه القلب كنت حافظ الفريدانس ده. ليه؟ عشان دي بتاع الروماتيك فيفر. التيتاني، الناس اللي عندهم تيتاني. التيتاني. الديفيسل، الناس اللي عندهم مشاكل في الامعاء، حافظها، كولوستريديوم ديفيسل، من البكتيريا الرخمه جدا في الامعاء، المسببه جدا لامراض في المعده، الجي اي تي. اسف، مش المعده، الجي اي تي. اسمها كولوستريديوم ديفيسل. الستريبتوكوكاي، سواء بقى الاوريوس، الابيديرميدس، سبارو، فيتوكوس، الكلام ده كله بقى انت ممكن تحفظه. الانتروكوكس طبعا، الستريبتو انتروكوكس مشهوره جدا، دي هتشوفوها في الرعايه المركزه. بيقول لك انتروكوكاي، انتروكوكس، ستريبتو انتروكوكس، عشان لو انتوا ان شاء الله قدام برضه. طيب ده شكرا لحضراتكم. الحلقه الثانيه ان شاء الله هنبتدي مع الحلقه رقم 2، وهي البنسلينات. هناخد بقى اللي هو المضاد الحيوي اللي هو البنسلين، واشهر حاجاته بقى طبعا انتوا عارفينه، السيفوتاكس والسيفوتاكسيم والسيفوتراكسيون، ده كله هنعرفه في الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.